السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عايزة اقول لكم انكم انتوا وحشتوني قد الدنيا دي كلها. والله العظيم بجد اليوم اللي انا ما بنزلش فيه فيديوهات معاكم بحس ان انا بحس ان ناقصاني حاجة كبيرة. بفضل ادور عليكم في الفيديوهات القديمة والله واتفرج على التعليقات وعلى كل حاجة والله العظيم بتكتبوها لي. ببقى مبسوطة كده وأنا دايمًا معاكم وحاسة إن أنا وسطيكم، وحاسة إن في عيلتي التانية اللي بتحبني وبتخاف عليَّ وبتبعت لي تعليقات حلوة كده وبتدعمني دايمًا وبتساندني. بُصّوا يا بنات، المقطع ده كان متصور كان يوم جمعة ماشي. إحنا في العادة طبعًا يوم الجمعة ده بنفطر رز بلبن. إحنا بنفطر كده الرز بلبن بتاعنا غير غير عندكم هنا. الرز بلبن بتاعنا إحنا بنحب ناكله سخن، يعني ما بنحطش مثلًا نشا عليه ونفضّيه في أطباق ونحطه في التلاجة وناكله كتحلية كده، لأ إحنا بنفطر بيه سخن كده، حتة معلقة كده، حتة سمنة بلدي كده على الوش في الطبق اللي أنتِ بتاكلي فيه وسكر واقلب يا معلم وافطر بقى. إحنا بناكله كده ما بناكلوش زيكم كده كحلو. ماشي، فقُلت لهم: "بُصّوا بقى، أنا مش هنفطر رز بلبن النهارده ولا لبن ولا بقسماط ولا الكلام ده كُلّه، تعالوا بقى كده هافطّركم فطرة كده بقى لي والله عايزة أقول لكم بقى لي سنين طويلة ما أكلتهاش، يمكن فوق ال3 سنين ما أكلتهاش ولا حاجة." ده فول نابت يا بنات، طبعًا أكيد في ناس كتير هتشوفه هتعرفه. أنا يمكن آخر مرّة أكلته والله من حوالي يمكن أكتر من سنتين 3 والّا حاجة، أيام ما كنت يعني كنت في زيارة في البلد وكده. أنا عندي هنا الصراحة ما باعملوش، وأنا اللي باطلبه عشان تبقوا عارفين، يعني أنا اللي باطلبه بالاسم لمّا باكون هناك باقول لهم والله نِفسي تعملوا لي الفول النابت والفول المدمس في البيت، يعني أنا باحب التدميس برضه بتاعهم، باحب الفول بتاع البيت هناك. بنحطه كده في الطواجن، أنتم بتقولوا طواجن، إحنا ليها اسم ومسمى تاني مختلفة عن هنا برضه، وبالليمون والزيت والكلام ده بيبقى بُصّوا حاجة تاني. فكنت برضه باشتري خضار وكده، فشُفته الصراحة عندي هنا في مدينة الأمل السِت قاعدة بيه وكده، فخدت منها كيس، الكيس بكام؟ قالت لي 20 جنيه، قُلت لها: "20 جنيه؟" قالت لي: "آه 20 جنيه، شوفي الكيلو وصل كام وشوفي مش عارفة." قُلت لها: "يا ستي مش مشكلة يالّا." فخدته الصراحة وشيلته في الفريزر عندي، فضرب في دماغي في اليوم ده إن أنا الصراحة أعمله، فقُلت لأ أنا هاصوّره كده معاكم، هاصوّر الفطار بتاعي ده معاكم وهانزّله لكم برضه. المهم غسلته كده واستوى منّي الفول زي ما أنتم شُفتوا. إحنا بُصّوا يا بنات بنعمله إزاي الله أعلم، كل بلد وليها سلوها أو ليها تقاليدها أو ليها يعني ليها نظامها في الأكل. بس إحنا كُنّا بنعمله توم كده زي ما أنتم شُفتوا وكمون بندقه كده مع بعضينا وملح مش أكتر من كده، بنحط عليه معلقتين زيت زي ما شُفتوا معايا. عايزة تحطّي شطة حطّي، بس أنا نسيت الشطة عشان كده حطيتها في الآخر. كانت ربع معلقة شطة عشان الأولاد وحوالي ربع معلقة هريسة شطة برضه. وهننزل بمعلقتين زيت عليهم ونطش كده للشوربة بتاعة الفول النابت. هيغلي عصرنا عليه ليمون برضه وسِبناه يغلي غلوتين كده مع بعضيه، وطفيت عليه وخلاص، وكان زي ما أنتم شُفتوا الفولة بتاعته كانت مستوية ويعني مش يعني مستوية ودايبة كمان، مش مستوية وبس، لدرجة إن الفول كمان اتقشّر منّي عشان أنا سويته جامد في الشوربة أو في المَيّة بتاعته. بس كل اللي أنا احتاجته من تحت قُلت لمحمد انزل هات لي كيس عجينة، لإن بُصّوا على بال ما تجيب الطعمية الجو شتا زي ما أنتم شايفين، وعلى فكرة الأكلة دي حلوة أوي في الشتا. ما بتحبش الصيف، في الصيف بتعطّش، تحسّي إنِّك عطشانة عايزة تشربي لها مَيّة كتير. هي أول حاجة بُصّوا بتدفّي كده في الشتا، أكلة سخنة كده وبتدفّي. تاني حاجة حتى لو عطّشتِك في الشتا أنتِ طبعًا ما بتحتاجيش إنِّك تشربي مَيّة كتير، فحلوة إنِّك أنتِ تشربي مَيّة وكده. بس حمّرت كده الطعمية، لإن هو لو جابها لي طعمية كانت هتبرد كده منّي ومش هتبقى حلوة، على بال أنا ما أجهّز ال فول شوربة الفول النابت يعني، تمام. بس فحمّرت كده الطعمية وطلّعتها في الطاسة بتاعتي اللي أنا باحبها. بُصّوا، أكيد كل سِت في أي بيت مصري ليها طاسة أو ليها صينية أو ليها بُصّوا حاجة كده عزيزة على قلبها زيّي. بُصّوا دي مهما أجيب أو مهما أعمل باحب إن أنا الصراحة البطاطس والطعمية والحاجات دي باحب إن أنا أحمّرها فيها. تمام، مسكنا كده مش عارفة كانوا حوالي 3 رغيفة أو 4 اللي هو العيش بتاع الطابونة أو بتاع الفرن العادي يعني. تمام، يعني مش هاقول بلاش نفِت لأ، كسّرنا أو قطّعنا كده في الصينية وحطيت الطعمية كده وسقيتهم بالشوربة والفول أهو. وطلعت برّه كنت باكل أنا ويوسف هنا وكانت يارا ومحمد معايا. يا سيدي بُص، يا سلام! والله العظيم ما حد يعرفها غير اللي أكلها. والله ما حد يعرفها غير اللي أكلها بجد. كانت فطرة والله العظيم يا بنات جميلة.
المهم بس فطرنا وخلّصنا ما علينا وعدّى يوم الجمعة، المهم جيت هنا بقى في اليوم ده كنت باجهّز الغدا بتاع اليوم ده اللي هو كان غالبًا تاني يوم، كان غالبًا تاني يوم من تصوير الفول النابت ده اللي هو كان السبت. تمام، بس أنا عندي أكياس شوربة في الفريزر. بُصّوا يا بنات، نصيحة والله العظيم بجد أكيد كلّكم عارفين وكلّكم بتعملوا كده. أي حد وخصوصًا يعني أنا أول واحدة أنا باتكلّم أهو، أنا أول واحدة ما كنتش باحتفظ والله العظيم بالشوربة، ما كنتش باحتفظ بالشوربة خالص، خالص. كانت أي شوربة تفيض منّي كنت والله بادلقها في الحوض عادي واصبّن الحلة كده أو أغسل الحلة وخلاص. ما كنتش أدوّر يعني إن أنا أشيلها ولا كده لأ. بُصّي، ربع كيلو أو نُص كيلو أكياس اللي هي التلاجة وخلّيها عندِك في المطبخ بتاعِك. أي شوربة، أي قوطة، أي حاجة بتفيض منِّك اربطي والله العظيم وارميها في الفريزر، هييجي لها وقتها وهتحتاجيها. يوم تكوني زيّي كده مش هتعملي لحوم ولا هتعملي فراخ ولا هتعملي طبيخ ولا هتعملي صواني ولا هتعملي أي حاجة من الكلام ده كله. أكلة هي مش اقتصادية أوي، بس في الظروف اللي إحنا فيها تعتبر اقتصادية، في الوقت الحالي اللي إحنا فيه تعتبر اقتصادية. أنا كنت جايبة ال2 كيلو غالبًا كان 2 كيلو ونُص بتنجان كانوا ب20 كوسة كانوا ب20 جنيه، وكيلو ونُص كان بتنجان ب10 جنيه. تمام، هم دول. وكنت جايبة لهم حزمة خضرة اللي هيفيضوا منها شوية دلوقتي اللي أنا هاشتغل بيها. كانت ب2 جنيه، هم دول اللي أنا اشتغلت بيهم النهارده وعملت لهم الغدا وألف حمد وألف شكر على كده. الظروف الصعبة اللي إحنا فيها دي ما فيش قدامِك غير إنِّك تعملي كده. معلش أنا ممكن أجيب، غيري ما يقدرش، فبُصّوا إحنا برضه بنعمل حاجة كده وبنعمل كده، يعني ممكن نعمل أكلات مع بعضينا برضه يبقى فيها صواني وبرضه أكل وفراخ ولحمة والكلام ده كله، وممكن نعمل برضه أكلة اقتصادية زي كده. مهما كنتِ بتاكلي كل يوم من الكلام ده، لازم ييجي لِك يوم كده والّا 2 أو في ناس والله العظيم ربنا العالم بحالها يعني. فلازم تبقى الظروف برضه الواحد يمشي على قد كده إيه، على قد الإمكانيات الموجودة معاه أو على قد الإمكانيات الموجودة قدّامه. فالشوربة هتساعدِك، هتعملي شوية محشي، هتعملي معاهم جنبيهم طبق ملوخية خضرا كده أو طبق ملوخية ناشفة إحنا في الشتا للناس اللي بتحبها. وهتبقى قضيت وهتبقى زي العسل وزي الفل. وعشان تبقي عارفة والله العظيم ما أحلى من الأكلة اللي بتتعمل زي كده، بتحسي إن سبحان الله يعني ربنا بينزّل كده فيها بتبقى كده طعمها جميل وحلو، تختلف يعني أنتِ بُصّي ممكن تبقي عاملة لحمة كتير وفراخ كتير بس تحسي إن تقولي إيه ده الطبيخ كده ماله طعمه مش حلو، أو اللحمة كده طعمها مش حلو، أو الأكل ده النهارده مش عارفة ماله كده، بتحسي إن في حاجة كده ما بتبقاش ضابطة أو ما بتبقاش حلوة. وتلاقي أكلة زي دي والله العظيم بجد يعني ربنا بُصّوا بيطرح فيها بركة بيطرح فيها شوية سُكّر كده بينزلوا جواها، والله. بس خدت كده زي ما أنتم شايفين الصينية بتاعتي الحلوة القمر دي اللي أنا شغّالة بيها على طول في أي حاجة. خدت الكوسة وخدت البتنجان بتاعي وقعدت أقوّر هنا في الصالة بتاعتي وفتحت بقى الشاشة بتاعتي بقى وقعدت أتفرّج. عايزة أقول لكم إن أنا قُلت لكم إن أنا في فيديو المشتريات بتاع الخضار إن أنا هاخلّيهم يوم و2 و3 عشان ما يتشرّخوش منّي ويتكسّروا كده. والله العظيم بجد خلّيتهم برضه حوالي مش فاكرة يومين، 3، 4 مش فاكرة بالضبط. وعايزة أقول لكم إنهم برضه فيهم حاجات اتشرّخت منّي، لإن بجد كانت الكوسة طازة، كانت بتاعة يومها أو كانت صابحة. البتنجان نفس الكلام برضه. أنا قُلت بقى إيه، هيتبالوا شوية كده، بس إحنا عشان خاطر إن إحنا في الشتا الخضار ما بيتبالش بسرعة، الخضار بيبقى لسه قاعد محتفظ بنَفْسه. بس خلّصت تقويرهم وادّيت كده علامات الكوسة. أنا باحب إن أنا إيه، أشرشرها كده بالمقوار يدّيها كده إيه، شكل أفضل من إن أنا أحطها كده إيه، بشكلها ده كده. تمام لحد كده، تمام لحد كده. لو أنتِ واصلة معايا لحد كده ما تستخسريش اللايك في أختِك يا قلب أختِك من جوّه. اخبطيني بس أنتِ ارزعي ارزعي كده اللايك في وشّي وأنا هاقول لِك ألف شكر. المهم خدنا كده حوالي 3 بصلات كبار كده حلوين. تمام، نزلت عليهم بملح وفلفل ومعلقتين 3 زيت كده وقعدت أشوّح فيهم على النار. تمام. بس جيت هنا غسلت شفشق الخلاط واجهز بقى القوطة بتاعتي اللي أنا إيه يعني القوطة اللي أنا هاسبكها بقى للصلصة وكده. سِبت بقى البصلة ووطّيت عليها وخدت كده القوطة عشان أضربها في الخلاط، غسلتها كده وقطّعتها كده إيه، مليت حوالي كده شفشق. لإني حسيت بُصّوا زي ما أنتم شايفين لون القوطة أحمر، بس لأ تحسّي من جوّه يا بنات والله بجد تحسّي إن قلبها أخضر شوية، ما أعرفش ليه. يعني شايفينها تحسّوها زي التفاح كده من برّه، بس تيجي تضربيها
في الخلاط، بتحسي إن لونها مش الأحمر، الأحمر حتى هتظهر معاكم دلوقتي وأنا لمّا آجي أفضّيها على البصل وكده هتشوفوا كده لونها هيبقى تحسّوه كده إيه، يعني قُطَط مش الحمرا الحمار بتاع الطماطم وكده. بس ضربت طبعًا ضربت الخلاط مين، خلاط مين جمّعي، جمّعي ضربت الطماطم في الخلاط وسندتها على جنب وجِبت برضه الخضار بتاعي اللي هو البتنجان والكوسة. أنا كنت جايبة فلفل برضه، بس قُلت لو هاحتاج فلفل هاحطه، مش هاحتاج فلفل خلاص. بس فضلت أغسل فيهم واحدة، واحدة، شايفين بتبقى في حاجات لسه قاعدة فيهم من جوّه أهو، لمّا أنتِ بتغسليهم كويس بتطلع الحاجات دي كلّها معاكِ في المصفاية. خدتهم كده شطفة كويسة ورجعتهم المصفاية، واديتهم شطفة تاني وشطفت الصينية وهاشطف الحوض كده وهاسيبهم يتصفوا على جنب. ورُحنا للبصلة بتاعتنا لقينا خلاص البصلة بُصّوا اتدبلت أهي وبقت حلوة، تمام. هنجيب دلوقتي بقى إيه، هنجيب دلوقتي شفشق الطماطم بقى الحلو اللي إحنا ضربناه، وهننزل على البصلة بتاعتنا. شايفين يا بنات لونها؟ تحسّوا لونها مش أحمر، أحمر، يعني مش الحمار بتاع القوطة، تمام. بس المهم أنا حطيت بقى إيه، ما باحبش أحط أكتر من فلفل أسود وحبّة سكر وحبّة ملح، ولو أنا عايزة أحط بابريكا عشان اللون بتاعها يحمر شوية باحط بابريكا. بُصّوا لون البابريكا هتغيّر الصراحة شكلها تمامًا. غطيت عليها وسِبتها تتسبِّك براحتها وجِبت أكياس الشوربة اللي أنا شايلاها في الفريزر. بُصّوا الأكياس أهي يا بنات. بُصّوا الشوربة بتاعتي أنا شِلتها الصراحة. بُصّوا شايفين الفلفل الأسود، ده فلفل أسود وقوطة، أنا باحب أحُط فلفل أسود كتير في الشوربة. أغطّي عليها أسيبها بقى إيه، لحد ما تسخن براحتها كده وتغلي وتفُك بقى براحتها. جينا هنا للصلصة بتاعتنا، لقيت الصلصة بُصّوا لونها يا بنات بقى حلو إزاي وأحمر إزاي. كنت غاسلة حوالي كيلو رُز برضه سِبته يتصفّى ونزلت بيهم على التسبيكة. وده اللي كانوا فاضلين معايا من حزمة الخضرة، ما كانش عندي إلا دول. أنا عارفة إن المحشي بيحب الخضرة والبصل الكتير، بس ما كانش عندي الصراحة إلا دول والله. بس والعيال ما كانوش موجودين، يعني العيال ما كانوش موجودين في اليوم ده، قُلت معلش يعني هاوقّف نفسي على دول مش مشكلة بقى. خدت بقى الخضار اللي أنا غسلته اللي هو الكوسة والبتنجان، وزي ما قُلت لكم إن أنا قُلت لو هاحتاج يعني لو الكيلو هيعدّي الخضار ده وهاحتاج هاخد فلفل، لإن أنا عندي الصراحة ما بيحبوش الفلفل أوي يعني. أكتر تركيز عندي على الكوسة وعلى البتنجان. أنا عن نفسي كأماني باحب البتنجان، ما ليش في الكوسة، يعني ما ليش فيها. عكس يارا وعكس علي وعكس محمد. لأ محمد بتنجان، لأ هو غالبًا يارا وعلي وناصر هم اللي بيحبوا الكوسة. وأنا وشهد ومحمد بنحب البتنجان. وممكن مريم تاكل كُسّ زيّهم برضه. بس، فجِبتهم كده على الرُخامة هنا وخدت الحلة بتاعتي اللي أنا عاملة فيها التسبيكة، فضّيت الرُز في صينية كده عشان يكون بِرِد شوية. بس عايزة أقول لكم الرُز ما كانش بارد. بُصّوا كان الرُز كان مولّع. أنتم عارفين إني كنت عمّالة أحُط كده وأهوّي في صوابعي وأنفخ في صوابع إيديّا من السخونة اللي فيها. والله. من ساعة الشتا ما دخلت وكده باحب إن أنا أقوم أعمل الأكل بتاعي الصبح، يعني على الضهرية كده تلاقوني إيه، شغّالة وواقفة في المطبخ عكس ما كنت في الصيف. الصيف كنت بابدأ بعد المغرب. باقول إن أنا أخلّص بدري كده وأريّح دماغي بدري من موضوع الأكل وكده. وعايزة أقول لكم بعد كده اليوم كلّه يعتبر قاعدة تحت البطانية. والله يعتبر اليوم كلّه كده قاعدين تحت البطانية. هي الشتا على كده، الشتا على كده. ونخلّص كل الحشوة بتاعتنا دي. عايزة أقول لكم إن أنا فاض منّي والله فاض منّي حبّة حطيتهم برضه في الفريزر، يعني فاض منّي حبّة رُز حطيتهم في الفريزر. لقيت الحلة بسم الله ما شاء الله اتملت. قُلت لأ خلاص على كده ما فيش مكان للفلفل ومش هاحط حلة صغيرة عشان خاطر إيه، الفلفل. بس قفّلت كده الحلة بتاعتي وجِبت الشوربة كده حطيت المصفاية اللي هي المعلقة المصفاية دي عشان ما ينزّلش بصل ولا قوطة فيها. وعايزة أقول لكم إن الشوربة اللي أنا حطيتها كانت على قد المحشي بالضبط، بالضبط. المهم نقلت المحشي على العين الأعلى من دي وطفيت على دي. بُصّوا أنا كانت عندي هنا الصراحة يارا كانت مشطّبة الحوض، يعني ما كانتش مخلّية مواعين ولا حاجة فيه. فأنا قُلت بُصّوا لأ، أنا طالما هي حرام كانت مشطّباه وكده مش هاخلّيه لا مواعين وانادي عليها أقول لها أغسليهم تاني. وقفت أنا إيه، أغسلهم أنا. هم ما كانوش كتار يعني كانت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كانت الحلة اللي أنا كنت عاملة فيها الشوربة اللي هي دي، اللي أنا كنت عاملة فيها الشوربة هي اللي كانت فايضة. وكانت المصفاية اللي أنا كنت غاسلة فيها، يعني الحاجة بس اللي أنا كنت إيه، اللي أنا كنت شغّالة فيها. والصينية اللي هي اللي أنا كنت مفضية الرز بس فيها، يعني ما كانش في حاجة تاني. بس. فهُم دول كانوا موجودين، قُلت إن أنا إيه، أغسلهم كده وبعد كده إيه، أشطّب الحوض يعني وأغسله عشان أروح أشوف بقى إيه، أشوف المحشي وصل لحد فين.
بس كده. كانت آخر حاجة هي الصينية دي معايا، بس الصينية دي كانت عايزة دعك شوية، مش فاكرة كنت عاملة إيه فيها في الفرن، مش فاكرة والله، فكانت عايزة إيه، كانت عايزة دعك شوية، وأنا والله إيديّا وجعاني الأيام دي، جات الشتا وجه قرفها، ولا جات الشتا وجه قرفها، بُصّوا أنا بادعك بالكَفّة من تحت هنا عشان مش قادرة إن أنا إيه، أدعك جامد فيها. الشتا العضم بيتوجع، وتحسّي إنه كل حاجة في الشتا بتتوجع، سبحان الله يعني ما أعرفش من البرد ولا إيه ما تعرفوش، مش عارفة. بس المهم خلّصت برضه كده غسيل الكام معلقة اللي كانوا فاضلين، وصبّنت بقى إيه، الحوض بتاعي كده وهاشطفه علشان أروح أشوف المحشي بتاعي وصل لحد فين، بس كده. يالّا يا أماني شدّي حيلِك شوية، اغسلي. اغسلي. بُصّي يا بنات بإذن الله يعني إحنا خلاص كده قرّبنا على ميعاد الشبكة بتاعتنا، اللي حابب إن أنا أنزّل له أي حاجة برضه يقول لي، الأكل إن شاء الله أو البوفيه زي ما تسمّوه بتاع الشبكة إن شاء الله هانزّله معاكم، وهنبدأ واحدة، واحدة مع بعضينا الأيام الجاية كده، معلش ما تزعلوش منّي كنت مقصّرة معاكم في فيديوهات التجهيزات أو غصبٍ عنّي والله الأيام دي مشغولة، مشغولة، أكيد كلّكم مرّيتوا بيها وعارفين وكده، فادعوا لنا كده ربنا إيه، ييسّر يعني الحال من كل ناحية. المهم حطينا كده زي ما شُفتوا بنات أنا حبّيت أورّيه لكم دلوقتي برضه وهو كده إيه قرّب يخُش على دور السِوَا، هاورّيكم بعد ما أنا طفيت عليه. بُصّوا يا بنات أهو، إيه رأيكم بقى؟ عايزة لايكات، عايزة كومنتات، عايزة اشتراكات. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منّه بأي حاجة ولو بسيطة. والسلام عليكم.